عمرك سألت نفسك ليه ربنا خلق سيدنا آدم من طين بالذات؟ يعني اشمعنى الطين؟ ما كان ممكن يخلقه من ذهب أو فضة أو حتى من نور زي الملائكة، بس الغريب إن ربنا اختار أرخص مادة في نظرنا إحنا كبشر وهي التراب، ومع ذلك خلق منها أعظم مخلوق نزل على وجه الأرض. بص، الموضوع ده مش صدفة، جوه اختيار الطين سر عظيم، لو فهمته هتعرف يعني إيه قيمة الإنسان الحقيقية، ويعني إيه ربنا فضلنا على كتير من خلقه. اختيار ربنا إن هو يخلق آدم عليه السلام من طين ما كانش عبث أو صدفة، بالعكس ده كان فيه حكم وأسرار ربانية محدش فينا واخد باله منها، وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. عزيزي المشاهد، الطينة اللي انت مسترخصها يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتجمع بين عناصر متضادة، لأن الطينة لما بتنشف بتبقى صلبة، ولما تزودها مية بتبقى لينة في ايدك شبه العجينة. وده اللي سبحان الله بيعكس طبيعة الإنسان اللي قد يكون قوي وصلب في الحق، أو ضعيف ولين أمام شهواته. يمكن يكون لين وبشوش ولطيف مع الناس، أو يبقى قاسي وصعب ووشه باين عليه غضب ربنا. وكمان الطين أصل كل حاجة في الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها دي، لأن هو مادة الحياة، لأن أساس أي رزق في الدنيا وأساس أي حضارة كانت الزراعه. فبالتالي الطين بتنبت منه النباتات، فبيخرج لك الرزق اللي هتعيش عليه. وده اللي لازم تكون دايما فاكره، انك مرتبط بالارض والطين، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. سبحان الله برضو ان الطين رمز للتواضع، وفي يعني تحسوا ايه شويه ذل كده لاي كبر ممكن يوصل له الانسان، لان مهما سلطته عليت ووصل اكتر يفتكر ان اصله تراب، فيفتكر ضعفه وفقره للي خلقه. وعشان كده الفلاسفه دايما بيقولوا ان الانسان اتخلق من الارض عشان ما يرفعش نفسه فوق قدره. كون ان اصلنا من طين ده بيفكرنا دايما ان مهما علينا ومهما وصلنا هنفضل في النهايه من الارض اللي بندوس عليها برجلينا. وده بيعلمنا ان العظمه الحقيقيه مش في الماده اللي اتخلقت منها، لكن في الروح والعقل اللي ربنا نفخ لك فيهم. وفلاسفه العرب بيقولوا ان الطين لين وسهل يتشكل، لانك لو جبت شويه طين تقدر تعمل بيها اي شكل انت عايزه. وده بيعكس قدره الانسان على التعلم والتغير والتطور. يعني يمكن ربنا خلقنا من ماده تقبل التشكل عشان يقول لنا انه خلقنا كده عشان نتعلم ونتغير ونصلح نفسنا. وده بحد ذاته بيشرح ليه الانسان مش كامل، لانه مشروع بيتطور وبيتغير طول ما هو عايش، مش منتج نهائي، مش حاجه ثابته زي ما اتولد زي ما هيموت. اما نفسيا فالانسان بطبيعته محتاج يحس ان له جذر او اصل او حاجه ثابته بيرجع لها. فلما تعرف انك مخلوق من الطين، يعني من الارض نفسها، ده بيديك احساس بالاستقرار والامان، وبيحسسك انك مش غريب عن الدنيا دي، ان انت ايه منها وهي منك. يعني خلي بالك ان ده سبب ان الانسان نفسيا قادر انه يتقبل نقصه وضعفه، لانه من طين، وبكده هيكون فاهم ان النقص اللي هو فيه ده جزء من طبيعته ومش عيب فيه. فبالتالي تلاقي الواحد نفسيته بتتغير وبتتشكل مع مرور الزمن، كل تجربه، كل وجع، كل فرحه، كل مرحله بيمر فيها بتعيد تشكيل افكاره من جديد، زي بالظبط ما الطين بيتشكل في ايد الراجل اللي بيعمل فخار. من منظور نفسي، الواحد فينا لما يفهم انه من طين بتخليه ما يتضخمش، يعني ما يغترش بنفسه ولا يحس انه فوق الناس. وده بيحميه من امراض نفسيه زي النرجسيه او جنون العظمه، ان هو دايما فاكر انه اصله بسيط، فده بيخليه متوازن نفسيا. في النهايه ربنا ما خلقناش من طين عشان يذلنا، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في احسن تقويم، ولا خلقنا عشان يفكرنا اننا ضعاف، لا، خلقنا عشان كل مره نحس اننا وقعنا نفتكر ان الطين ده اصلنا، هو نفس الاصل اللي ربنا يقدر يطلع منه حياه من العدم. ربنا سبحانه وتعالى اختار يخلقنا من ابسط ماده عشان يعلمنا ان العظمه مش في الشكل ولا في الماده، العظمه في الروح اللي هو نفخها جوه الطين. فكل ما تحس انك مكسور او تايه افتكر انك مصنوع من طين، بس جواك نفخه من روح ربنا. يعني مهما تلوث تقدر تتغسل وتبدا من جديد. وما تنساش شعارنا: مخمخ عشان تبقى واعي. سلام.